جوزها دخل عليها لقاها في حضن راجل تاني وعمالة تبوس فيه. ده اللي حصل بالظبط مع جوز معالي زايد، واللي قرر فجأة يروح موقع تصوير فيلمها أبو دهب عشان يعزمها على الغدا بعد ما تخلص شغلها. بس اللي شافه ما كانش على البال. الدكتور اللي وقع في حبها وقرر يتجوزها دخل عليها موقع التصوير لقاها في حضن الممثل ممدوح وافي، والمشهد كان جريء وساخن جدا. طبعا ما قدرش زي أي راجل يسيطر على أعصابه، ولقى نفسه بيشدها بالعافية وسط كل الموجودين ودخلها عربيته. مش بس كده، ده لما روح البيت ضربها وقرر يحلق لها شعرها، وبعد كل ده بعت لها ورقة الطلاق. طبعا معالي زايد دخلت في حالة اكتئاب شديدة جدا، واضطر صناع الفيلم انهم يوقفوا التصوير لانها من الاخر كده بقت قرعة، وكان عندهم امل ان شعرها يطول بسرعة، بس ده ما حصلش لحد ما اقنعوها انها لازم تلبس باروكة، وفعلا اقتنعت بكلامهم وكملت التصوير. الكارثة بقى في اللي حصل بعد عرض الفيلم. معالي وممدوح وافي لقوا نفسهم في المحاكم، والاتهامات نازلة ترف عليهم بنشر الفجور والرذيلة وإفساد المجتمع. المصيبة بقى إنه اتحكم عليهم بالحبس سنة، وطبعا وقتها الدنيا قامت ونقابة الممثلين اتدخلت وقالت المنتج هو السبب في كل ده، وإن معالي بريئة من تهمة الفعل الفاضح. وفعلا المحكمة برأتها هي وممدوح، بس غرمت المنتج 5000 جنيه. بس معالي خرجت من القضية دي وهي مصدومة، وقالت أنا ما كنتش بنام وحسيت إني ممسوكة في قضية آداب، اتقتلت كإنسانة وفنانة واسم. بصراحة أنا شفت مواقف شهامة من ناس ما توقعتش منها كده، بس في نفس الوقت شطبت ناس كتير جدا من حياتي كانوا في منتهى القرب وبعدوا عني فجأة كأن وقفهم جنبي كان هيسيء ليهم. تصريحات معالي دي كانت وقت الأزمة، بس لما عدى سنين كتير قالت تصريحات غريبة جدا عن المشاهد المثيرة اللي جمعتها بممدوح وافي. قالت معالي ما كانش تمثيل واندمجنا شوية، وطبعا كلامها ده عمل قلق كبير جدا وقتها. بس على فكرة دي مش أول مرة ولا آخر مشهد جريء وساخن تقدمه معالي زايد، لا ده قبل كده نيابة الآداب حققت معاها، وتحديدا سنة 1986، وده لما ضابط شرطة رفع عليها قضية وقال إن اللي حصل في فيلم للحب قصة أخرى معاشرة جنسية حقيقية بينها وبين الفنان يحيى الفخراني، وفعلا اتحقق معاهم هما الاتنين لأن المشهد كان جريء جدا جدا. بس في النهاية النيابة أفرجت عنهم. قولولنا بقى في النهاية كده، معالي زايد كانت غلطانة لما قبلت بالمشاهد دي؟ وإيه أكتر فيلم بتحب تشوفوا ليها؟